الكاف تعاقب الجزائر اليوم بعقوبة خطيرة بعد إقصاء الجزائر. صراحة لقد أصبحنا أضحوك أمام المغرب بعد هذه التصرفات الغير أخلاقية من الجزائريين. صور العنف هذه اللي راهي تحدث بين جارين ما يفرق بيناتهم والو، هبطة. لماذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ من المفروض عرس لما يلعبوا مباراة تاع كرة القدم يجوا للنص منا ودوزيام تريبين يكونوا واللي يربح بصحته ويروح للدار، لكن الأمور تجاوزت كل الحدود أمام صمت رهيب ورهيب جدا. لهذا الآن على الاتحادية بما أنه رئيس الاتحادية هو وزير الرياضة، راهي الأمور راهي هنا في العاصمة ما راناش حتى خارج الوطن خارج الولاية الجزائر لا نريد أن نشاهد مثل هذه الظروف. لكن ما يحدث بين هذين الفريقين العارقين، جو دي بيان ندير سطرين عارقين، كان عندهم دي جوار لعبوا في ليكيب ناسيونال كامل، علاش توصل الامور وجيران وحباب واصدقاء منكم والديكم ما تزيدوش تقولوا لي الكاف عاقبت يا ومشي الكاف عاقبت يا ولا قجاع. الكاف راه مختطف ان شاء الله يا ربي يهودوه، قال لك غادي يهودوه ان شاء الله يا ربي يهودوه. قال لك رسميا الكاف المختطف تعاقب الحارس لوكا زيدان بجوج مباريات والمدافع رفيق بالغالب 4 بارتيات، مشى حتى على الحكم ما دارلاش السلام قال لك 4 بارتيات. نصيري في لاكوب دافريك اللي إليمينا وخاوتنا مع الكونغو خرج يدابز ويتضارب ويطيح والركراك يسد، ما كانش معاقبه تجيو الجزائر تعاقبوها. سمعوش كاع بيكم حنا كاين الدراهم نشريكم حبيبي كاع ما تعيش راسك مع الجزائر كاين الموني خويا ما كاش كاع هادي. نتوما الكاف نتوما رانا على بالنا عقليتك في هاد الدور تبعوكم الغدا قادر نشريكم كيما جاتكم المغرب قادر نشريكم بصح حنا لا كاع ما نخسروش دراهمنا حنا ونديوها بعرقنا ونديوها بالحلال باذن الله ما نتعاقبوش. حنا ما كاش اللي يعاقبنا حنا نعاقبوكم. سلام. أسوأ قارة في هذا العالم. تخيل معي أنه بعد فشل كل المخططات بعد أن حاولوا أن تتوج المغرب وأقصوا المنتخب الجزائري وحاولوا بكل الطرق القذرة أن يضروا بكل المنتخبات الأخرى وأولها المنتخب الجزائري، الآن عقوبات لبلغالي ولزيدان بعد الأحداث التي ربما تلت المباراة. والأحداث هذه تحدثنا عليها وقلنا بأنه عندما يكون محافظ اللقاء يكتب ما يريد ويجرد ما يريد حول المنتخب الجزائري فالنهاية ستكون بعقوبات للمنتخب، والحل هو الذهاب للطاس. الحل هو ربما تقديم شكوى بهذا الاتحاد القاري الكارثي الذي لا يمثل ربما كرة القدم ولا يمثل أي رياضة. وبالتالي كان متوقع، أنا كي نقول لك محافظ اللقاء يضرب رابور يتحدث على ربما ما يتخيله ولا يتحدث عن الظلم التحكيمي ولا يتحدث عن أمور أخرى، يتحدث فقط عن ما يراه وما يريد أن يراه. فالعقوبة تكون لزيدان بمباراتين، أيضا لبلغالي ب4 مباريات منها مباراتين نافذتين وغرامة مالية. والكارثة الكبرى أنه بعد هذه التفاصيل سنرى أمورا أخرى، سنرى تجاوزات أخرى لو ربما تعاودوا لهم. يريدون حتى معاقبة المنتخب الجزائري، يريدون حتى إخراجه من هذه القارة، بل يريدون نزع تماما اسم الجزائر. لا نعلم لماذا، لكن الأهم أنهم يريدون المضرة فقط للمنتخب. لا عندنا دولة خصنا نطالبوا بهاد الصحافات الزيكو كاملين اللي نهار كامل وهما يتهموا في المغرب ومؤامرة وكلاسة، فوتوا 4 ديال المقابلات وكانوا في الاوتيل وعايشين لا بيلفي وكانوا المغرب ما دار لهم والو، بالعكس راه حاب بيهم الشعب، راه حاب بيهم في المقابله ولاو الزوجه. ولكن في التالي حنا اللي قلبنا عليهم، وحنا هاد الصحافيين هما اللي سبب الفتنه، وهاد الصحافيين هما اللي سبب المؤامره والكولاسه. ملي بدات البطوله هما مؤامره وكولاسه ويضربوا في الشرعيه ديال كاس افريقيا في المغرب. حافظ الدراجي ملي بدات هو يضرب في الشرعيه، ما كاينش تذاكر، ما كاينش الشتاء، الذكاء الاصطناعي، كلشي درتوه، خليتوا الشعب يخرج مع عقله. نتوما نورمالمون مساهمين في اللي وصل له الشعب، مساهمين بدرجه 1000%. انتوما اللي لازم تحاسبوا على هذا الشعب، لانه الشعب لو كان خليتوه ترونكيل ماتش عادي خسرنا لانه فريق ضعيف، المنتخب ديالنا ضعيف، انتوما نفختوا المنتخب رديتوه لنا البرازيل، نفختوا اي حاجه رديتوها لنا البرازيل. اليوم مع نيجيريا 45 دقيقه ما كان والو، 45 دقيقه ما كان والو. حافظ الدراجي راه الاخطاء كانوا اخطاء، ما تقولش اثر ما اثرش، اخطاء سي اخطاء، فهمت؟ ولكن نتوما جايين مشحونين من الاوتيل، بنادم مشحون من الفندق. من اللي المغرب البارح ربح بهذيك الحصه ودار مقابله كبيره، صافي نتوما اصلا حفيظ الدراجي اصلا بالتليفونات وقف المقابله، صافي خلي نيجيريا تفوت حنا ما نفوتوش. ولكن كاع هذه درتوها سينما اليوم بالنقل ديالك انت، سينما باش الشعب زعما ما يفهمهاش بمقلوب،
بصح انا فهمتها بانه المنتخب ديالنا بعد الماتش، انت هكذا فهمتها لي انا وفهمتها للشعب، بانه حنا بعنا الماتش، عطينا الادله ديالك، والا كانت نيتك باش زعما تهرب المشكله اللي صرات، لانه اليوم ترخاو اللعابه ما قدروش باش يواجهوا نيجيريا خوفا من المغرب، وكاين تليفون وكاين اتصالات بانهم ما خلاوش باش يلعبوا مع المغرب، لانه الا انهزمت مع المغرب غتولي عندك كارثه، وهذه حقيقه يعني خفت تواجه المغرب. باش الا انهزمت في شي حصه راه الاتحاديه كامله غادي تمشي، المدرب يمشي، اللعابه خاصك تبدل، خاصك، هذه هي اللي كانت متوقعه. انا ما تجيش تقول لي الا الحكام اللي دارنا وكذا منا وتسكت الشعب بها، لا انا ما تسكتنيش، انا مواطن نفهم كره القدم، انا اليوم ما تجيش تسكتني بالكذوب ديالك، ما يجيش حتى اعلامي يوريني طريقي، لانه عارف في التفكير في الاوتيل قلتوا بالله خاصنا ننهزموا، وهذه 3 ايام ولا 4 ايام وانتم تفكروا كيفاش الطريقه، لانه جات صعيبه، لانه انت مين جبرت قدامك الكونغو، جبرت قدامك نيجيريا والمغرب، صافي فكرت للخروج، قلت اللهم نزيد نضرب الكونغو ونزيد مع نيجيريا ونخرج، لانه ما خاصنيش نواجه من المغرب، الا واجهت المغرب غادي تربحني وغادي تبقى لي وصل مطار 20 عام 30 عام. هذا هو التفكير ديالها، ما كاينش تفكير اخر. ما تجيش انا نضحك عليها حافظ الدراجي، ما تجيش تضحك حتى شي اعلامي. وكنتو دايرين هجمات، نحكي لك كاع لي ديتاي، في الديبار بديتو ديروا الهجمات على المغرب نهار طنزانيا باش التحكيم الافريقي باش ياثر على المغرب، وراكو البارح بيلانتي ديال الزلزولي قالوا لهم صحه، باش هذيك هي باش المغرب تقصى. نتوما كنتو هذا افكاركم، باش ما مشاتش هاد الضوء، ما مشاتش هاد البروباغندا، ما مشاتش. نجيو للبروباغندا الزوجه، واش هي السي حفيظ الدراجي هي نمشيو نجيبو حكم جزائري نديروه في الفار ديال المغرب، حكم مصري معروف هذاك البيع والشراء، وندقوهم ونديروا لهم كذا منا، والكاميرا ندقوهم ونصيفطوهم. هذا هو اللي كان التفكير. من جاو المغاربه فاق لك فوق زي القشاع، وكان فايق لكم فوق زي القشاع وثابت، لانه مسكين كان يخدم بنيته، بصح ابري من شاف الكولاسه وشافها غادي يكولسوا له في المغرب بلادو، ناض قال لك ستوب، جاب لك حاجه، هو دار لك حكم هذا سي كان معقول كره تجاوزت وبيلانتي المنتخب الوطني، قال لك 2 حوايج صحيح على هذه الحفله، وما رمش مع الحكم، لانه الفريق كان ضعيف، الفريق كان باغي يخرج. هذيك اسباب لا باش الشعب ما يدورش فيهم، مشاو يدقوا مع الحكم، بينوا راسهم قدام الشعب، هذيك واش قاريها انا وفاهمها، انا ما تضحك عليا. انت خفت تواجه المغرب، سلام عليكم سهلت الحفله، خوفا من المغرب هربت. ما تجيش انا حافظ الدراجي تكذب عليا ولا تفرفرني في راسي ولا تخرخر لي في راسي، لانه انا اصلا راني مريض. علاش راني مريض؟ لانه ما نبغيش انا الانسان يكذب على الشعب. انت كذاب. 2 جور نهار اللي مشاو تاهلوا مع الكونغو، منتخب عالمي وغادي نمشيو لكاس العالم وغادي حنا العالميه، ما دير والو. غادي تمشي كاس العالم وتخرج من الدور الاول، ما تقدر دير والو، لانه حنا عندنا واحد الحاجه، عندنا الاعلام والصحفيين ما عندناش، ماشي رجال، لانه الاعلام توجور ديالنا مؤامره كولاسه. راني شفتهم راهم داقوا في الفندق في الملعب، وهم دايرين الشوهه، فين ما مشينا نديروا الشوهه باش غادي تلعب. انت امريكان هي دارت لك الفيزا ودارت لك 15000 دولار خصك تحطها، يعني غدوه من هاد اليوم ما غاديش تحس بها في الدراجي. هادشي اللي نقول لك ما غاديش تحس به، بصح ان شاء الله تقرب كاس العالم، الشعب يبغي يدير فيزا الامريكان يصيب خصو واحد 15000 دولار. يعني هنا وهاد الصحفيين كاملين والله امريكان ما تدخلش من والا، ماشي كيما المغرب دار شويه البليزير وبقى يدخل عباد الله، بصح في الامريكان الصحفيين والله ما يدخلوها، ما يدخل غير هذاك اللي عندك 15000 20000 تحطها، والصحفي ما تكونش تابع المشاكل وما ديرش من المشاكل، فهمتني؟ ولكن مشي ديروا الفوضى هكذا في الملعب والشاغر. المنتخب الوحيد اصاحبي ربجتوا لنا، وهذا الشعب مسكين خرجتوا عليه، عيب عليكم. اعلام شوف، ملي بديتوا المغرب ملي بشد التنظيم وانتم تهضروا على المال. وجل هنا اعزائي الكرام نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو اللي شفنا فيه تعليق الاعلام الجزائري بعد طرد وترحيل الجمهور الجزائري من المغرب بسبب الفتنه اللي داروا، التخريبات اللي داروا في ملعب مراكش، وداروا هذا الشيء حيت قصاو في مباراتهم ضد نيجيريا وما عجبهمش الحال حيت قصاو، داكشي علاش تعصبوا وبقوا كيخربوا في الملعب. وبالتوفيق المنتخب هنا المغربي. وجل هنا اعزائي الكرام نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. تهلا.